عندنا كلمة تضاريس. شوف دايما تضاريس نحن نقصد بها الاثنين، إن كانت المناطق التي تعلو عن سطح الأرض أو المناطق يعني المرتفعات والمنخفضات. التضاريس بتشملهم الاثنين. المرتفعات ما هو يعلو عن سطح الأرض من صفر فما فوق، مرات في مناطق برضه منخفضة. يعني سميناها تضاريس المناطق المرتفعة. وبالله أنا حآخذ وقفة في اثنين من أكثر حاجة مشهورة في المناطق المرتفعة. لما تجي تقول للزول يا أخي، تقول لي يا أخي الجبل، وخلي لي بالك كويس، أكثر ظاهرة مشهورة يقول لك الجبل. وأنا هنا حاستفيد من دي عشان أفرق لك ما بين جبال وتلال، جبل وتل. الجبل، شوف الجبل كتعريف نحن بالنسبة في الخرائط الكنتورية وكظاهرة تضاريسية مشهورة، الجبل قاعدين نقول ببساطة، أنا بقول لك المنطقة، شوف التي ما في النهاية منطقة مرتفعة، لكن تعال شوف الكلمة دي، قال منطقة مرتفعة التي يزيد، أنا بقول ارتفاعها عن 1000. وهنا قاعدين بالمناسبة نقول 1000 قدم، بالرغم من أنا حاجة أوريك بعد شوية يقول لك التي يزيد ارتفاعا 1000. طيب عكسه تماما التل، حاجة أقول لك التل وبكلمة واحدة تغير المعنى. التل المنطقة، وطوالي التي، هنا هعكس الكلمة دي، التي يقل ارتفاعها، منطقة يقل ارتفاعها عن 1000 قدم. يلا احفظ لي بالله بحاجتين، ما زاد عن 1000 قدم شنو؟ جبل، وما قل عن 1000 تل. 1000 قدم دي دايما في الخرائط الكنتورية في الامتحانات وفي التطبيقات ما قاعدين نستخدم ده، لأنه المقاييس اللي هي القديمة الإنجليزية. نحن ما بنقول ناس قدم وميل وبوصة، وما في امتحان فيه ميل وقدم وبوصة. كل استخداماتنا متر، سنتيمتر، كيلومتر، ديسيمتر كده. يعني أنا بتعامل بالآتي: الأبعاد اللي هي الحقيقية في الطبيعة كيلومتر، ما يقابلها في الخريطة بالمسطرة شنو؟ سنتيمتر. لما تجي في الارتفاع متر، ارتفاع متر، كيلومتر في الطبيعة دي أبعاد اللي هي الطبيعية أو الحقيقية، سنتيمتر في الخريطة، متر. طيب لما تجي نحن قاعدين نقول بالتقريب كل 1000 قدم، قالوا تقريبا تعادل 330 متر. خلي بالك تقريبا ما يعادلها. يبقى انا ما دار اقول لك ما زاد، لا، انت في الامتحان لو قال لي عرف الجبل ده تعريفه، ولو جاب بنفس الان انا باخذ دي من 330 فما فوق، يبقى هنا بنفس الطريقه. يعني انا هنا حقول اكثر من 330، هنا طوالي حتتعكس، حتكون اقل من 330 متر. يلا لو جيت لاحظت كثير جدا انا عندي في الاشكال بيظهر لي هذا الشكل، بيظهر هذا. نحن يا جماعه دائما بنقول الطالب لو رسمت بالذات في دي من خطين فما أكثر أو ما زاد 3 خطوط، يجي يقول لك يا أخي مثلا 400 500 600. تعال أجي أنا هنا في ده حأرسم، لكن المرة دي بيكون على أقل نفس ال3 خطوط، وحاوريك الفرق بيناتهم يجي وين، ونفس الشكل الفات. حاجة أقول لك يا أخي 50 100 150، براك بتلاحظ 50 100 150 تل. والتل لما نجي في الطبيعة بتلقى الشكل هو ذاته على ارتفاع قليل، على عكس تماما شكل الغطاء
للجبل، شكل القطاع في الطبيعة أكثر الجبل. يبقى أنا هنا 600 دي هي ليست 600 قدم، لأنه أنا بقول لك الترقيم بديك الفاصل الرأسي بقول لك 100 متر، هنا الفاصل المستخدم بالأمتار. يبقى واضحة جدا. بنفس الطريقة هنا الفاصل المستخدم كم؟ 50 متر، ودي اللي هو ما بين. في حاجة واحدة بيجيبها لي في التلال دي وبيقوم يقول لك يا أخي، ودي مهمة جدا، لأنه أنا بيقول لي أنواع التلال، وبالمناسبة ممكن تنطبق على أنواع الجبال والتلال. وقال النوع ده اتأخذ حسب شكل الظاهرة في الطبيعة. وقام قال لي يا أخي يقول لك التل، وخلي بالك أنا بقول التل الأول بقول تل مخروطي، وقالوا أدونا له اسم هرمي لأنه شكله قالوا شبهه به زي الهرم. والثاني قالوا اسمه قبابي، قبابي لأنه شكله في الطبيعة زي القبة، جاي من قبة. والفرق ما بين المخروط، شوف كلمة مخروطي وهرمي واحد. الفرق شنو؟ الفرق في أنه المخروطي ده في القمة بتاعته الخطوط بتكون مالا متقاربة، قالوا تتقارب الخطوط في القمة، أما في القاعدة الخطوط تتباعد. على عكس تماما، تعال شوف في القبابي، القبابي الفرق القمة تكون متباعدة والقاعدة مالا تتقارب. يبقى أنا معناها تتقارب الخطوط في القاعدة وتتقارب وتتباعد فيه. لما أجي شوف الشكل، أنا حوريك الشكل في الطبيعة، شكل الطبيعة، شكل القطاع بالنسبة لقبابي وبالنسبة لهرمي. لاحظ ده واضح جدا شكله بيكون بهذه، لأنه قالوا قمته ضيقة بيكون بالطريقة دي، ذو قمة، شكله هرمي، هرم جاي زي المثلث كده، هرمي مخروطي. الثاني ده قالوا شكله زي القبة، هنا واسع واسع جاي كده مدبب واسع، أشبه حتى التسمية ذاتها بالمناسبة جات من شكل القباب، القبة. قبابي لأنه قبة، مخروطي لأنه جاي من المخروط، هرمي لأنه مأخوذ زي شكل الهرم، مثلث. الهرم قمته ضيقة وقاعدته شنو؟ واسعة زي المثلث. ده بالنسبة للاثنين لما يقوم يقول لي بأنواعهم، إن كان أنواع التلال الهضاب مرتفعة، لكن قال يا ريت نقول منطقة متوسطة شنو؟ الارتفاع. وبالله شوف أهم ما يميز الهضبة، أهم ما يميزها قال الآتي، نقول عليها تخلو من خطوط الكنتور في الوسط. الهضبة لازم تكون خالية تماما، منطقة متوسطة الارتفاع. أنا باخد في دي متوسطة، أهم ما يميزها خلوها من خطوط الكنتور وين؟ في الوسط. بعد ذاك شوف الشكل بتاعها بيختلف. قام قال لي عندها كم شكل هندسي وكم شكل، قال وقد تكون هذه الهضبة، قالوا ربما تكون دائرية وربما تكون شبه دائرية، وخلي بالك وربما تكون مستطيلة. أنا بقول دائرية أو شبه دائرية، أو يقول لك تكون مستطيلة. هذه تاخذ أكثر، يعني أنا ممكن أقوم أخذ شكلها بهذه الصورة، ده الشكل اللي هو الدائري أو شبه الدائري، مستطيل أو شبه مستطيل. أهم ما في الاثنين دي أنا بكون حريص جدا أنه في الوسط ما يكون في شنو؟ ما يكون في خطوط. قال لازم تخلو من خطوط الكنتور في الجهة الوسطى، لا توجد خطوط كنتور. إذا أنا
شكل الهضبة اللي هو دي الهضبة في الحتة دي، هضبة متوسطة الارتفاع، تكون دائرية، تكون في النهاية شكل الغطاء بالنسبة لي إن كانت دائرية أو كانت مستطيلة أو شبه مستطيلة أو شبه دائرية، قال تكون بهذه الصورة. لاحظ هذه المنطقة بالطريقة دي، شفت المنطقة دي الهضبة، الحتة دي الهضبة، الحتة الفوق أنا بقول عليها كاملة الاستواء تماما هنا. ده في الطبيعة تكون بهذه شكلها في الطبيعة. دي بالنسبة لهذه الهضبة، وأنا بفتكر أنه من خلالها بيكون واضح. حتى الترغيم أنا ممكن أقول لك الفاصل 100 200 ممكن يكون 50 100. أي نعم هي منطقة تعلو من سطح الأرض، لكن أخذ لي أنها متوسطة الارتفاع خالية من الخطوط في الوسط، وقد تكون أي شكل من الأشكال الهندسية اللي أنا قلتها. الأحيان في معظم الأحيان إحنا نعتبرها معزولة. معزولة أي بتكون قاعدة مطرفة بعيدة منه، وقالوا تأخذ ارتفاع نسبي عن ما حولها من المناطق أو عن ما يجاورها. معزولة، وخلي بالك تأخذ ارتفاعا نسبيا تأخذ ارتفاعا نسبيا عن المناطق نقول المجاورة شنو لها أو اللي هي جنبها. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.